مش عارفة النهارده عايزة أطلع لكم وأنا معايا البخور، من ساعة ما قُمت من النوم حاسة إن أنا عايزة أبخّر، حاسة إن أنا عايزة مش عارفة عندي روحانيات كده غريبة، فقُلت كده إن أنا إيه، أورّيكم البخور الجميل اللي أنا باحبه طبعًا، وقُلت لكم عليه قبل كده بس هاحطه والفيديو شغال، تقولوا لي بقى أنتِ بتصوّري ليه ومشغّلة البخور؟ أقول لِك ما أعرفش، من ساعة ما صحيت من النوم وأنا قاعدة بالبخور. حاسة إن أنا نَفَسي كده إيه، قافل شوية، البخور دايمًا بيروّق لي كده ويهدّيني أعصابي. واحدة تقول لي: "لأ، ده البخور بيكتم النَفَس." أقول لِك: "لأ، أنا بارتاح عليه." إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. وحشتوني، وحشتوني، وحشتوني. يا رب تكونوا بألف خير، ويا رب يجعل شهر رمضان يدخل عليكم بالفرحة. أهم حاجة الفرحة وأهم حاجة الصحة. وبمناسبة الصحة أنا عايزاكم كلكم تدعوا للحاج وليد إن ربنا يديله الصحة والعافية، جوزي حبيبي، لأن هو اليومين دول يعني عنده وعكة صحية كده، ربنا يا رب يتم الشفاء عليه على خير، ويدخّل رمضان علينا وهو بألف صحة وعافية، ويخلّيه لينا وما يحرمناش منّه أبدًا يا رب العالمين، اللهم آمين. طيب النهارده بقى أنا جاية طالعة أتكلّم معاكم شوية. بُصّوا بقى يا جماعة، طبعًا في ناس كتيرة بتعمل تفريزات في رمضان والناس بتحبّها، وناس تانية تفضل تقول لِك إيه، هو أنتِ بتعملي تفريزات في رمضان ليه؟ ما ناقص تعملي الليمونة، ما ناقص تعملي الشاي، ما ناقص مش عارف إيه. عايزة أقول لكم إن أنا السنة دي مش محصورة ولا زعلانة، بس فارقة معايا أوي إن أنا ما عملتش تفريزات لرمضان. عايزة أقول لِك إن أنا باعمل تفريزات لرمضان من أكتر من 10 سنين، من قبل ما أعرف اليوتيوب، من قبل ما أعرف النت، كان التليفون بالنسبة لي واتساب وإن أنا أرُد، إنما ما كنتش بادخل على يوتيوب ولا الكلام ده كله. فعايزة أقول لِك إن التفريزات دي كانت بتفرق في حياتي جدًا. أنا لمّا كنت باجي أدخل شهر رمضان ينحيانا ربنا كنت بادخل المطبخ بعد صلاة العصر، والله يا جماعة كنت يا دوبك أصلّي العصر وأقعد لي شوية كمان أريّح وأدخل بقى المطبخ بتاعي، أطبخ ولا في معلقة متوسخة ولا طبق ولا كوباية ولا حاجة، وحتى شربات الحلويات كنت باكون عاملاه، فما فيش حاجة عندي إلا كلّه كان بيبقى في السريع كده وباخلّص في ساعتها، إنما تعالوا دلوقتي كده أنا بابُص دلوقتي أنا ما عملتش أي حاجة، لا عملت تسبيكة محشي ولا صلصة مكرونة ولا عملت التسبيكة بتاعة الخضار. أنا كنت كل الحاجات دي أنا باعملها، كنت ال3 تسبيكات دي أنا باعملها، وباعمل الكرنب، ورق العنب، باعمل الخضار، البسلة، الكوسة، الفاصوليا، كل الحاجات دي أنا كنت باعملها. أنا كل اللي أنا عملته البصل، مش أكتر من كده. بس قبل بقى ما أدخل أتكلم معاكم إيه الموقف اللي حصل لي وتعبني أوي كده، عايزة أقول لكم على حاجة مهمة، عايزة أقول لكم على قناة أختنا وحبيبتنا أنا عن نفسي حبيت قناتها جدًا، اسمها معلومة تهمك. القناة دي قناة جميلة جدًا، بتعمل وصفات بريحة أمي وأمِك، عارفين أنتم الوصفات اللي من غير افتكاسات، عارفين أنتِ الوصفة الجميلة اللي بتبقي عايزة تشمي فيها ريحة دقيقة البامية الحلوة، ريحة الصينية الجميلة، ريحة الحاجات الأكل الجميل، الأكل البيتي الحلو. قناة مبتدئة عايزين كلنا ندخل ناخد الثواب الجميل وعايزين ندخل ناخد الفرحة الحلوة اللي لما بتدخلي فرحة على قلب مسلم شوفي ربنا سبحانه وتعالى بيعمل ايه، يدخل الفرحة والسرور على بيتك وعلى أولادك وعلى جوزك وعليكي. فزي ما بتفرحي حد ربنا إن شاء الله بإذن الرحمن هيفرحك، علشان خاطر بجد كمان دي حاجة. الحاجة التانية إن قناتها تستحق إن هي تتشاف وتتعرف. أنا عايزة أقول لِك إن في قنوات كبيرة جدًا بيبقى مثلًا بتعمل وصفات وبتعمل حاجات صغيرة، بتعمل الأكل زي ما الكتاب بيقول، بس بيبقى مهدور حقها، محتاج إن هي تظهر، بس هي ما بتظهرش لإن كلنا بنتجاهل القنوات دي، وكلنا بنركّز مع القنوات الكبيرة. ف دَل على الخير كفاعله، قناة معلومة تهمك، أنا دلوقتي باظهرها لكم على الشاشة معاكم، وكمان هاحط لكم اللينك في أول كومنت مثبت، عايزاكم تدخلوا بعد الفيديو ما يخلص تدخلوا على اللينك وتدوسوا لايك وتكتبوا لها كومنت حلو، تقولوا لها إحنا من قناة حكايات وبنعيشها، وعايزاكم تقولوا لها كلمة جميلة تاخدوا بيها أجمل ثواب، وتدخّلوا على قلبها فرحة عشان تقدر تكمّل الشروط، وأنتم عارفين إن كل واحدة بتفتح قناة بيكون مصدر رزق ليها. فإن شاء الله ربنا يوسّع رزقها ويوسّع أرزاقنا جميعًا، وبإذن الله الحاجة اللي أنتِ هتعمليها حاجة بسيطة إنِّك تحطّي لايك وتدوسي على كلمة الكل، تشتركي عندها تزوّدي لها الاشتراك، وكمان إن أنتِ تشغّلي لها الفيديوهات تتفرّجي عليها، وبإذن الرحمن هتعجبِك. هي عاملة
فيديوهات جميلة، وكمان مشتريات عندها، يعني القناة بتاعتها حلوة، هتشجعوها تعمل فيديوهات أكتر وإن شاء الله تسعد بيكم. جاية أقول لكم بقى النهارده على إن أنا ما عملتش أي حاجة في المطبخ، ليه؟ لإن أنتم عارفين إن أنا موضوع الطلق المبكر ده وموضوع الحمل اللي عندي طبعًا مأثّر عليَّ. البنات بتساعدني وتروّق وبتعمل، بس برضه مش زيّنا. أنا عايزة أقول لكم إن أنا كانت لمّا بنتي تُقف في البلكونة، كان عندي جارة قدّامي يعني ربنا يصلح حالها، حشرية شويتين 3، 4. تيجي تقول لها: "يا رقيّة أُمّال فين ماما يا حبيبتي؟" ترُد تقول لها رقيّة أو حبيبة أيًا كان، تقول لها: "أُمّال فين ماما؟" تقول لها: "ماما نايمة." على الضهر كده. تقول لها: "ماما نايمة، أُمّال هتعمل لكم الأكل إمتى؟ روحي يا حبيبتي صحّيها عشان تعمل لكم الأكل." شايفين أنتم الجيران كانت حشرية لغاية إيه؟ فأنا طبعًا كنت أقوم أصلّي وأقعد شوية وأخُش أنام حبّة. ليه؟ لإن أنا بابقى مروّقة البيت قبل ما بانام، والدنيا عندي بتكون رايقة واللهم لك الحمد، كل حاجتي معمولة. يا دوبك باطلّع الحاجة كلّها على العمايل، وكنت باصحى براحتي. عايزة أقول لكم إن التفريزات دي أكبر نعمة. اوعي تكون معاكِ قرش إنِّك تفرّزي، يكون عندِك وقت وعندِك صحة وتستخسريها. أنا باكلمِك في الوقت ده علشان لو في حاجة لسه ما فرّزتيهاش، ابدئي اعمليها، وابدئي فرّزيها، وابدئي ضبّطي حاجتِك. ابدئي اعملي الشربات بدري وشيليه. هاتي 2 كيلو سكر كده على حسب احتياج حضرتِك في البيت، هاتي 2 كيلو سكر والليمون والحاجة، وضبّطي دنيتِك ورشة الفانيليا، وابدئي إن أنتِ اعملي الشربات وسيبيه لمّا يبرد خالص، وشيليه في بطرمانات وشيليه في التلاجة. بينفع للكنافة، بينفع للجلاش، بينفع للقطايف. كل الحاجات دي بتكون حلوة معاكِ وتتشال معاكِ في قلب التلاجة. عايزة أقول لِك إن طبعًا كل الخضار والحاجات دي بتنفع، حتى تحضيرِك للحوم بينفع، تتبيلاتِك للبانيه بتنفع. أنا باشوف معظم بنات، يعني أقول لِك على حاجة، أنا بيفرق معايا أوي موضوع البصل، بيفرق معايا أوي إن أنا أفرّز البصل. بيفرق معايا. ممكن واحدة تقول لي: "من بصلاية يا مدام زينب." أنا موضوعي إن أنا يبقى عندي بصل في أكياس كده عاملة صَف كده كامل للبصل مفرّزاه، أنا بارتاح نفسيًا. الصَف اللي جنبه للتوم، وبعدين باعمل بقى صَف يعني نُص توم، بقية الأكياس بتبقى توم بالفلفل الأحمر، وباحط عليها ملح وباحط كمون وشطة، واعصر عليها ليمون وباخلّيها علشان خاطر باخلّل البتنجان، يا دوبك باسلق البتنجان أو باقليه، باقطّع الطماطم، باعمل سلطة بطاطس. كل الحاجات الجميلة دي، تتبيلة السمك. فباخد يا دوبك الكيس باخد منه معلقة. خدوا بالكم أنا مش باحب أحطهم في علب عشان بتفضلي تجيبي الحاجة بتكون ناشفة، إنما في الكيس بتطلّعيها بسهولة. الموضوع ده بيكون سهل معاكِ جدًا، وبيريحِك جدًا، جدًا، جدًا. الحاجات دي بتسهّل عليكِ في عزومات، ودي بتبقى أسلوب حياتِك الشهر كله. كان عندي جارتنا باحبها جدًا، جارتي ساكنة فوقيّا، كان فرح بنتها. فنزلت مرّة بتقول لي: "باقول لِك إيه يا أم عاطف، هو أنا هاجيب إيه لبنتي، باستشيرِك يعني عشان دي أول فرحتي وكده وأنتِ جوّزتِ هدى، فعايزة أعرف أنتِ هتجيبي خزين إيه." فمن ضمن الخزين قُلت لها: "وتفرمي لها بقى بصل وتفرمي لها توم ومش عارفة إيه عشان ما تكركبش." لقيت بعدها بيومين كنا طالعين للحنة وكده وبابارك لها، فلقيتها قُلت لها: "جبتِ الخزين؟" قالت لي: "آه، بس ما رضيتش بالبصل والتوم." قالت لي: "لأ، أنا باحب أنا أقشّر البصل وأقطّعه، وباحب أنا أفصّص التوم وأعمله." فطبعًا كل واحدة وليها طريقتها. بس أنا هنا استغربت لإن أنتِ ليه بتحبّي تشقّي نَفْسِك؟ ليه بتحبّي إن الحاجة تكون موجودة وتكون هتسهِّل عليكِ وأنتِ تحبّي تشقّي نَفْسِك ليه؟ ليه ما تجيبيش مثلًا حاجتِك وتعمليها وتشيليها؟ ده كمان حتى أنتِ عروسة، ما بالِك لمّا تبقي كبيرة بقى وتبقي سِت وتبقي ماشية على النمط ده. زي الستات اللي بيبقى معاها وتقول لِك أنا باحب أنا اللي أروّق شقتي بنفسي، أنا باحب أنا اللي أغسل سجاجيدي لوحدي، باحب أنا اللي أصَبّل لوحدي، باحب أنا اللي أمسح شقتي وأفرشها، ما احبش حد يعمل لي حاجة. طب ما هو يا جماعة ما هو أنتم بتهدروا صحتكم. هو أنتم ليه عايشين في الدنيا فدائي فدائي؟ طب ليه لمّا تكوني قادرة إنِّك تعملي حاجة أو قادرة إنِّك تشيلي من عليكِ حاجة، ليه ما تعمليها؟ يعني مثلًا اللي بتجيب خضار، أنا النهارده رُحت السوق وجبت الخضار، ما أعملش أكل. باحمّر بطاطس، أسلُق بيض، أعمل مكرونة، أعمل أي حاجة خفيفة. أعمل بطاطس مهروسة وأعمل عليها بيض مقلي، أقطّع عليها بطاطس مسلوقة وطماطم مخلّلة كده طبق لوحده. باعمل أي أكلة خفيفة كده، مش شرط إن أنا بقى أطبخ وأقف أعمل. باحب دايمًا أهوّن على نفسي الدنيا. يعني مثلًا جِبت ممبار وجِبت لحمة وجِبت مش عارفة إيه، تاني يوم بقى أقعد أعمل الحاجات دي. أحشي الممبار وأسلقه وبعدين أسيبه لمّا بيبرد وأشيله في كيس أو في علبة وفي الفريزر. نفس الكلام اللحمة المفرومة باعصّجها، وهكذا بابدأ إن أنا
أشيل من على قلبي وأخفّي شوية، مثلًا لو هاطلّع أعمل لحمة، هاعمل رقاق وأعمل الممبار، يا دوبك باسلق اللحمة واللحمة عندي المفرومة متعصّجة، يا دوبك أعمل صينية الرقاق على طول، والممبار باطلّعه باقوم محمّراه، بادخل قبل المغرب بساعة أو ساعة ونُص. بدل ليه أنا أقف طول النهار، إحنا بنصوم فترة كبيرة، فليه أقف طول النهار في المطبخ وأبقى متعصبة وأبقى متضايقة وما حدش يكلمني أصل أنا خُلقي ضيّق، طب ما أنا قادرة أسهِّل على نفسي. يبقى بلاش التنمر على اللي بيفرّزوا، بلاش أنتم عارفين أنا يا جماعة والله العظيم لو أنا بصحة وعافية كده أنا الحمد لله يعني تمام، بس ما أقدرش إن أنا أعمل مجهود وكده، لإن أنا من نوع الستات المقاوحة برضه، يعني لمّا أكون باحس إن فيّا صحة ممكن أقوم أعمل، عشان الواحد صاحب أسرة، فلمّا باقوم كده أجري على الدكتورة تقول لي: "الطلق المبكر مش هيقف إلا عند الولادة." فباخاف، فباخد العلاج وبافضل قاعدة مكاني، باعمل حاجات بس اللي هو إيه، على الهادي. إنما العصاير لمّا تكوني عاملاها وشايلاها، العصير ده مهم جدًا. طَب إيه يا جماعة هو لمّا العصير يتعمل في الشفشق أنا لمّا باعمل التمر هندي، أنا باعمل كمية تمر هندي وأزايز قد كده اللهم بارك، باحطها في الdeep freezer. أنا مثلًا باجيب إيه، باجيب ب20، 30 جنيه تمر هندي، لو أقول لِك بيعمل لي أزايز كتير. باجيب نفس الحكاية كركديه. باعمل حتى البلح، باغسله كويس وأقوم قسماه نُصّين وباحطه في كيس، اعملي كل الحاجات دي، كل حاجة بتبدئي على قدر استطاعتِك، شوفي أنتِ عندِك إيه في شهر رمضان تعمليه، ومحتاجة إن أنتِ كل يوم تقفي له في المطبخ زي مثلًا اللي هتعمل محشي، تبُص تلاقيها تقول لِك لأ أنا باحب أجيب الحاجة فريش أنا باصحى ساعة المحشي من 8:00 ص، يبقى البيت كله نايم. وأنتِ صاحية من 8:00 ص عشان تعملي محشي، طب وليه؟ طب ما تخلّي تسبيكته عندِك، والمحشي مسلوق ومتقطّع ومتشال في الفريزر وتطلّعيه يا دوبك تحشيه وخلاص على كده، وصلّينا على النبي والحمد لله عليه أفضل الصلاة والسلام. طب في إيه تاني؟ ليه بتحبي تتقّلي على نفسِك؟ فلو أنتِ فيكِ صحة صدّقيني أنا من الستات يعني أقول لِك على حاجة، أنا فكّرت يا جماعة أنا من حوالي 7، 8 سنين وأنا باعمل فكرة إن أنا أحمّر الشعرية واللسان عصفور والله العظيم واشيلهم في التلاجة، الموضوع ده كان مُريح، افضلي بقى قولي لي يا مدام زينب يعني هي تحمير الشعرية هو اللي هيضايقِك؟ لأ، أنا كان بيبقى عندي البصل مفروم، السمك متّبل ومتشال في الفريزر، الممبار أنا سلقاه وحاشياه وحاطاه في الفريزر، الحاجات المحشي، حاجات اللحمة المفرومة، الطماطم بأنواعها أنا مسبّكاها على كذا طريقة، باسبِّك 3 أنواع، باسبِّك المكرونة، باعمل تسبيكة الطبيخ، باعمل التسبيكة بتاعة المحشي، ما فيش حاجة الحمد لله ما كنتش بابقى عاملاها، لإن أنا باخد مصروفي بالشهر، فباكتب هاعمل إيه في الشهر، فباقوم بادئة إن أنا النهارده عملت تسبيكات الطماطم، تاني مرّة عملت اللحوم، تالت مرّة عملت الخضار، وهكذا. فلو جِبت بوفتيك باتبِّله، لو جِبت بانيه باتبِّله، وباشيل حاجتي كده. حتى بعد كده بقى بارجع تاني باقوم سالقة اللوبيا، باقوم سالقة الفاصوليا البيضا، باقوم سالقة الحاجات دي كلّها وباقوم مصفّياها واقوم حاطّاها في أكياس وباقوم شايلاها، كل ده بيكون عندي اللهم لك الحمد في الفريزر. الحواوشي باعمله في الرغيفة وباشيل كل رغيفين في كيس أو كل رغيف في كيس، وبابدأ إن أنا أشيلهم في الفريزر. فدايمًا الحاجات دي لمّا بتكون عندِك ممكن تبقي قاعدة كده على سَهَوة وتبُصّي مثلًا تلاقي سلفتِك وسلفِك وعيالهم جُم. عندِك إيه في الفريزر؟ عندي بانيه متبّل، عندي حواوشي، أطلّع مثلًا البانيه أعمله صلصة المكرونة وهكذا، أعمل بانيه ومكرونة، أعمل حواوشي وأحمّر جنبها مكرونة وطبقين بطاطس والدنيا بقت تمام وعملت غدوة حلوة، فهكذا. فاوعي في اليوم تندمي على موضوع التفريزات، ولو أنتِ مش بتحبي الموضوع ده أرجوكِ جرّبيه. تعالي كل أسبوع مثلًا يوم الخميس لو أنتِ من المرأة العاملة، تعالي يوم الخميس أو يوم الجمعة الأجازة بتاعتِك، حمّري مثلًا النُص كيلو شعرية، حمّري النُص كيلو لسان عصفور أو الربع كيلو اللي بتستخدميهم، ولمّا يبردوا حطّيهم في علبة وفي التلاجة، أيًا كان اللي بتعمليه حمّريه وشيليه، لدرجة إن أنا لمّا كنت باحب الرز واحدة وواحدة، كنت باحمّر كمية الرز وباشيلها في التلاجة، والله كانت بتطلع في منتهى الجمال، ما فيش حاجة أنا عملتها وما نفعتش معايا. قبل ما أعرف موضوع التفريزات على اليوتيوب والكلام ده كله، لإني أنا طالعة أساسًا تربية أمهات اللي هي أمهات الباجور. أنا أمي لمّا كانت تقلي السمك الله يرحمها، كانت تقليه على البوتاجاز، تقول لي: "لأ أنا باحب أقليه على الباجور علشان خاطر الباجور أعلى ويطلّع السمك ناشف من برّه ومستوي من جوّه وفي منتهى الجمال." فكنت باخد من أمي كده شوية تريكات، وحماتي الله يرحمها ويحسن إليها وينوّر قبرهم يا رب ويسامحهم،
فمتعلمة منهم. لمّا باجي كنت أتفرّج بقى على الشيف الشربيني وآجي أتفرّج على الشيفات، كنت ألاقي إن كلامهم هم بيقولوه، يعني كلام أمي وحماتي وكده بالاقي الشيفات بيقولوه بعد كام سَنة دلوقتي، كنت أقول ياه! ده الكلام ده قديم، دي ماما قالت لي كذا وماما قالت لي كذا، وأفضل أقول إن هم كانوا بيقولوا لي الكلام دوّة وأنا اتعلمته. فعايزة أقول لكم إن الحاجات دي إحنا متعلمينها من أهالينا. وبرضه أمي الله يرحمها كانت تجيب العنب وتعمله زبيب. والدتي الله يرحمها ويحسن إليها، كانت تجيب الفلفل الأحمر تعمله شطة. عايزة أقول لكم إن ما فيش حاجة أمي ما كانتش بتعملها في البيت. فدايمًا خلّوا البيوت عمرانة بالخير، ودايمًا بلاش تكسّروا من مقاديف حد. ولمّا حد بيصوّر لكم فيديوهات إن هو بيعمل زينة رمضان، ما تقولوش إن الفيديوهات بتتصارع. لأ، هم الناس بتبقى عايزين يدّوكم أفكار حلوة، بيبقوا عايزين يدّوكم تفاؤل. أنتِ ما تعلميش اللي جاية مثلًا تورّيكِ زينة رمضان وأفكار رمضان، ممكن تكون هي مش مبسوطة، تعبانة، عندها حد مريض، ممكن تكون الظروف معاها مش أحسن حاجة. بس ده شغلها، وبتبقى كمان أكتر عايزة تدّيكِ أفكار علشان أنتِ تقدري إن أنتِ تساعدي. فدايمًا شجّعوا الناس بكلام حلو، الكلمة الحلوة صدقة. ويا رب يسعد أيامكم ويجعل رمضان شهر الخير عليكم وشهر البركة. باحبكم أحلى أخوات في الدنيا، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.